فقام أردشير بأن ملك عليهم رجلا منهم له عصبية قبلية تؤيده وتمنعه، ومن جهة أخرى يمكنه الاستعانة بهم إذا كانت له حروب مع الإمبراطورية الرومانية الذي كان يخاف منهم ويخاف على حدوده مملكته منهم، وليكون عرب العراق أمام عرب الشام الذين دخلوا في طاعة ملوك الرومان. وكان يبقى عند ملك الحيرة كتيبة من جنود الفرس ليستعين بها على الخارجين على سلطانه من عرب البادية. ولما مات جذيمة الوضاح حوالي سنة 268 ميلادي، وبعد موته ولي الحيرة والأنبار عمرو بن عدي بن نصر اللخمي، وهو أول ملوك اللخميين، وهو أول من اتخذ الحيرة مقرا لملكه. وكان في عهد كسرى سابور ابن أردشير. ثم لم يزل الملوك من اللخميين من بعده يتولون الحيرة حتى ولى الفرس قباذ ابن فيروز، وفي عهده ظهر مزدك وقام بالدعوة إلى الإباحية، فتبعه قباذ كما تبعه كثير من رعيته. ثم أرسل قباذ إلى ملك الحيرة وهو المنذر ابن ماء السماء يدعوه إلى اختيار هذا المذهب الخبيث، فأبى عليه ذلك حمية وأنف، فعزله قباذ وولى بدله الحارث ابن عمرو ابن حجر الكندي بعد أن أجاب دعوته إلى المذهب المزدكي.